مشاهدينا، مساء الضمير، مساء الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية. لسه أصواتهم بتنادي في الميدان، شهداء 25 يناير، ولغاية النهاردة بيقولوا كرامة، حرية، عدالة اجتماعية. ورغم اللي بيحصل في الوطن، ورغم ان الإعلام لغاية النهاردة ما بيجيبش عنهم حاجة، وما بيجيبش الميدان اللي بينادي بأصواتهم وبضمايرهم، بيجيب الميدان اللي بينادي بقتل المزيد منهم، بقتل الشعب. الإعلام المصري ما بيغطيش إعلاميا أي حاجة متعلقة بميدان التحرير، بالثورة الحقيقية، ثورة الشعب المصري. إعلام الشعب بيرفض إن هو يغطي كل حاجة بيعملها الشعب، لكن ممكن يغطي كل حاجة بيعملها المتأسلمين واللي بينادوا باسم الحاكم، وفي نفس الوقت بينادوا باسم الشريعة الإسلامية، وفي نفس الوقت بينادوا بقتل وحرق كل من كانوا في ميدان التحرير وما زالوا. بيعلنوا حرب أهلية والحاكم موافق وساكت، وبعد كده كمان بيعلن عن استفتاء لدستور للعبيد. يا جماعة، ضميرنا الإعلامي يقول ما احناش أغلى من ورد الجناين اللي فتح في كل جناين مصر، وحرقوه وسحلوه وقطفوه، والنهاردة باعوا دم الشهيد وما زالوا. وبنقول هنعمل ايه؟ اعلامكم متواطئ ضدكم، اعلام الشعب. فما قداميش غير ان انا احمل كفني النهارده. جبت كفني النهارده، خلاص اخر حاجه نقولها للشعب كله: الاعلام متواطئ في حق الشعب. يا جماعه، خلوا ضميركم صاحيه وفكروا كويس. اللي بيحصل في البلد ده ضد البلد وضد الوطن. اللي بيحب مصر ما يخربش مصر، ما يقتلش حد. اللي بيحب مصر ما يوافقش عن دستور للعبيد. وخلوا الضمير صاحي. يا رب يا رب يا رب يا رب يا الرحمة يا رب، الرحمة بجاه نبينا الرحمة. الرحمة يا رب، الرحمة بجاه نبينا الرحمة. الرحمة يا رب المصر، وحد قلوبنا المصر، طهر قلوبنا المصر. اجعل يا رب المصر من بعد العسر يسر. اجعل يا رب المصر من بعد العسر يسر. ومن الفتن سلم، من الفتن سلم.